السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أول ما طلعت من تحت من المحل زي ما أنتم عارفين سقعانة متكتكة، قلت أحط الحلة دي على النار ونعمله عشوة خفيفة كده حلوة تدفي الدنيا. النور قطعة، قلت والله هكمل يعني هكمل، رحت حاطة الحلة الجميلة دي على النار وولعت الكشاف وحطينا كوباية شعرية. الشعرية دي حلوة قوي، اسمها بساطة. تخينة يعني وهي حلوة للوجبة دي، هو ممكن تعمليها بالشعرية التانية بتاعتنا العادية بس بالشعرية دي هتعجبِك أوي يعني. المهم يا حبايبي وقلّبنا في الشعرية زي ما أنتم شايفين كده لغاية لمّا احمرِت معانا وادّتنا اللون الحلو الجولد اللي هو مش باين ده بسبب النور. بس وحطينا نُص كوباية مَيّة وغطّينا الحلة ووطّينا عليها زي الرز، زي ما أنتِ بتساوي الرز يعني. لأ سوري، بعد المَيّة حطينا إيه، حطينا ربع كوباية سُكّر. شوفي بقى أنتِ عايزة قد إيه وعلى حسب الكمية بتاعتِك. السُكّر على حسب الكمية بتاعتِك، شوفي أنتِ هتعملي قد إيه شعرية. تمام كده؟ قلّبنا السُكّر ودوّبناه مع المَيّة ووطّينا النار وغطّينا الشعرية دي، استوت. وبعد كده يا حبايبي الخطوة اللي جاية دي بقى، فضّينا الشعرية زي ما أنتم شايفين في الأطباق الصغيّرة دي، طبعًا استوت وبقت طعمها جميل. ليه بقى الخطوة بتاعة المَيّة دي بتسوّيها ومش بتخلّيها تمسك، يعني أنا ممكن أسويها باللبن بس في اللبن بتمسك كده وبتتخن يعني، فلمّا بتعمليها بالمَيّة كده بتبقى مفرفرة وبتزيديها لبن. هنعبّيها بقى في الأطباق الصغيّرة دي زي ما أنتم شايفين، وبعد كده هنضيف عليها اللبن. طبعًا المكسرات اللي عندِك، إن كان مثلًا عندِك زبيب، عندِك سوداني، جوز هند، اللي بتحبوه، مش موجود وتاكلوها سادة برضه تحفة، وحاجة تدفّيكم وبالهنا والشفا يا رب. يا رب يكون الفيديو خفيف عليكم وعجبكم، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي.